السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوف قناتي ما ننساش تفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. يلا نشوف احنا خللنا الفسيخ بالطريقة اني طريقة، وهل الطريقة دي كويسة ولا لأ. هقول رأيي بصراحة فيها في آخر الفيديو، وهعرفكم انا خللتها بالطريقة نهائيا واحسن طريقة لتخليل الفسيخ. هل الطريقة البرطمانات أم الأكياس؟ وهو الرأي في آخر الفيديو. يلا قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا خللنا بالطريقة انهي. أول حاجة نبدأ طبعا هنجيب الفسيخ بتاعنا وهنجهز له. أنا جبت الإزازة اللي بخلل فيها كل مرة، فرشتها من تحت مناديل ومن فوقها كده مناديل كتير. يعني لو عندك فانلة نظيفة أو حتة قماش نظيفة جدا حطيها من تحت وفوقها مناديل. هبدأ بقى أغسل الفسيخ زي كل مرة كده من الخياشيم بتاعته. وطبعا لازم إنه الفسيخ يجي من السوق يتغسل على طول، ما يتحطش في التلاجة. وكده ما شاء الله بالطريقة دي هتغسلي الفسيخ بتاعك. لازم تغسليه غسلة كويسة، وكل اللي هتغسليها هتحطها في الأزازة بالطريقة دي. وغسلت كمية الفسيخ اللي معايا، وادي ما شاء الله حجمه كان وسط مش كبير. بس انصحك ان انتي لما تخللي وتنقي السمكية تجيبها كبيرة. الكبيرة بيبقى ملانة لحم ولحمها بيبقى جميل جدا غير الصغير. هبدأ بقى أرص السمك بتاعي كده وأوقفه على راسه بالطريقة دي لغاية لما تصفى المية منه خالص. وهسيبها بقى لغاية ما تتصفى ساعتين 3. احنا في الشتاء ما تخافيش عليه. وهركنه دلوقتي وهسيبه لغاية لما يصفى خالص. اللي وصل الفيديو لغاية هنا منساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. هحضر بقى الملح بتاعنا. لازم تنضفي حواليكي كده علشان لو في اي نقطة مية ما تجيش عليه. ودي كمية السمك بتاعي. شوفوا هنزل بقى بالمناديل بتاعة المطبخ وهنشفه كويس. وطبعا اهم حاجة قبل ما تنشفيه اعملي له عملية مساج كده. لازم تتكي عليه كده علشان يبقى لحمه طري وكويس، وما تقعيش في الغلطة اللي انا وقعت فيها. واحسن طريقة في التخليل هقولك في اخر الفيديو، انك تكرري في البرطمان ام في الاكياس. انا طبعا جربته في الاكياس كانت جميلة جدا. والفيديو في القناة. لو حابين احط لكم اللينك في صندوق الوصف هوريه لكم. همسك سمكة سمكة كده انشفها كويس واقفل عليها كده بالمناديل لغاية لما تخرج اي نقطة مية فيها. معاكي بكرة مناديل حلوة كده وانزلي نشفي فيه كويس. وبعد كده اما نشفته كويس كده هنحضر الملح بتاعنا. وكان معايا الملح ولا ناعم ولا خشن، يعني وسط. وطبعا احلى حاجة في التخليل الملح الخشن. هحط معلقة شطة صغيرة ومعلقة كركم صغيرة كده. الكركم بصراحة ما بيخليش فيه ريحة لأي فسيخ أو أي تخليل انت هتخلليه. هقلب المكونات كده في بعضها كده كويس. وهمسك سمكة سمكة بالطريقة دي. واحشي الخياشيم بتاعتك الملح إذا حابة يكون مملح، حابة يكون وسط، حابة يكون دلع شوية، انت في ايدك انك تملحي الطريقة اللي انت عايزاها. كان مملح او هادي الملوحة شوية، دي حاجة ترجع. همسك سمكة سمكة كده وهنزل تملحها وهرش على جسمها كده شوية ملح من الخلطة بتاعتي. وبقها احشي ملح بردك كده، امسكيها يعني غرقها من الملح. هو بصراحة طلع معايا ملحه مش مملح جامد، وسط. بس كان يعني ايه حدقه كويس. اخلص كمية السمك كده بالطريقة وهحضر
البرطمان بتاعنا، ولازما البرطمان بتاعنا يكون متعقم كويس ومفيهوش ولا نقطة مية. نصيحة بصراحة، ما تخلاليش في البرطمان تاني. السمكية فيه بتطلع ناشفة مش طرية، وما شاء الله كان السمك ده كان طري وكويس جدا. مش هقولك ان هو ناشف، لا كان طري وكويس، وكان يعني ما شاء الله عليه سمكة جميلة جدا. هنرص السمك كده بالطريقة دي واحدة فوق واحدة كده، وهتعوجيها علشان تيجي من ناحية البرطمان كده وتبقى كويسة. هترش رشة ملح على كل سمكتين هتحطيهم، ونضفي كده بقى حواليكي، وامسحي البرطمان من على الوش كده كويس، ونشفي اي مية او اي حاجة. هنحط شوية زيت كده، حوالي ربع كوباية زيت، وده هيطريه وهيخليه كويس. هنقفل بقى كويس بالطريقة دي كام كيس كده على البرطمان، علشان نقفل عليه الهواء وما يبقاش فيه هواء يتسرب له ويبقى يبوظ منك او اي حاجة. ورق الفويل او ورق استرتش لو عندك، واقفلي كويس. وهتدنك بقى طول ما هو فترة التخليل بتاعته، هتقلبي فيه كده بالطريقة دي. لازم تعملي كده كل يوم، تقلبيه بالطريقة دي، يعني ما تسيبوهوش من ناحية واحدة بس. مرة تخلي الغطا من تحت كده، تنيمي الغطا من تحت، ومرة تسيبيه كده بالطريقة دي. وكده انا اكون خللته وايه. ويلا بقى هسيبه بقى، وان شاء الله هكمل الفيديو معاكم بعد ما يتملح ان شاء الله. يعني مش هجزأ، خليه في فيديو واحد. وكده بعد ما تملح، وهو ما شاء الله بيقعد 8 ايام بس بالطريقة دي. لو كترتي عن الايام بتاعته، طريقة التمليح في البرطمان ما بتقعدش اكتر من اسبوع. ودي كمان يعني المفروض ان هو يقعد اكتر علشان يبقى كويس، لا لو قعد اكتر بيبوظ. وده كان رأيي بصراحة. طريقة الاكياس جميلة جدا، ما تجربوش اي وصفة على النت وتقول لكم لا ده كويسة عشان تلموا مشاهدات. لا بصراحة طريقة الاكياس كانت جميلة جدا. يلا نفتح معاكم كده الفسيخ بتاعنا ونشوفه هل هو طري زي الزبدة ولا ناشف، ولا طعمه ايه بالظبط. هو بصراحة ملوش ريحة زي ريحة الفسيخ اللي هو في الأكياس، مش عامل ريحة خالص. ودي السمكة بعد ما طلعناها، السمكة ناشفة مش طرية. في سمكة طرية وفي سمكة ناشفة، ما طلعش كلته طري كده زي ما انا كنت مخللاه في البرطمان. هفتح معاكم واحدة هي وهوريكم السمكة يعني ناشفة معايا مش طرية، ما عجبتنيش بصراحة. خليكي في الطريقة بتاعتك المعتادة ان انت تخللي في الاكياس، علشان الطريقة بتاعت البراميل دي بتبقى بتاعت اصحاب المحلات، بيبقوا عارفين بيعملوها ازاي. شوفوا ما شاء الله، هو طعمه جميل جدا، بس تحسي ان انت مخللة سردين مش مخللة فسيخ. والفسيخة الكويسة انك تختاري السمكة الكبيرة، عشان السمكة دي بصراحة ما كانش فيها لحم حاجة خالص، فما عجبتنيش. بس هنضطر طبعا ناكله، واحزن اننا مخللين سردين. شوفوا يعني هو طعمه كويس، بس تحس ان هو ناشف. ما شاء الله، الله اكبر. حطيتي اللايك، حطي اللايك واشتركي في القناة ليوصلك كل جديد من اكلك احلى مع ولاء. ودي كانت انا فتحت 2 بس، يعني فيها طري وفيها ناشف، فما عجبنيش بصراحة. فخليكوا بالطريقة العادية اللي هي طريقة الاكياس. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. اشوف وشكوا على خير.